السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده بفيديو هيعجبكم قوي 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 وهيوفر لكم فلوس كتير جدا. كملوا بقى معايا الفيديو للاخر عشان نشوف ايه بقى الاختراع اللي هنعمله النهارده. هيوفر لنا كده في زيادة عن 200 جنيه. 200 جنيه مش كتير، لا شويه. لا حلوين. ده ايه بقى؟ دوت سمنه فلاحي. عارفين طبعا كيلو السمنه الفلاحي زيادة عن 200 جنيه، وبتدوخي اصلا عم بتلاقي حد يكون نضيف تجيبي منه. تمام ماشي. دي ايه بقى؟ طلعتها ازاي يا ام مليكه؟ السمنه دي انا وزنتها طلعت كيلو الا ربع. هقول لكم بقى عملتها ازاي. اول حاجه بقى كده اعملوا الاول لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. يلا بقى عشان اقول لكم سر الصنعه. ما شاء الله والله العظيم كان ريحتها تحفه ولونها جميل. يعني انا مش بشكر في اللي انا بعمله بس بجد، لا عن تجربه، ثقه يعني ثقه في اللي انا جاهزه زي ما بيقولوا. خليكم معايا. ده ايه بقى؟ انا كان عندي بقى، انا دايما كلنا دايما يعني معظمنا بنجيب لبن بقري، لبن جاموس، لبن حتى لو لبن علب. احنا بنستخدمه شويه، يعني مثلا بنصب كوبايتين ولا حاجه وبنعين الباقي في التلاجة. انت اول ما بتعينيه في التلاجة بتلاقيه عمل وش تقيل. الوش التقيل دوت شيليه اول باول وعينيه في علبه فين في الفريزر. ما حطوش في التلاجة من تحت، لا لو حطيتيه من التلاجة من تحت ريحته هتغير. طب ما التلاجة كويسة وتحافظ عليه، صدقيني عن تجربة. لو سبتيه في التلاجة من تحت ريحته يعني هتبوظ وتبقى مش حلو. فانتي مثلا هاتي علبة بلاستيك، كيسة بلاستيك، كل ما تطلعي وش اللبن حطيه على بعض وحطيه فين؟ في الفريزر. لغايه ما تكومي ايه شويه حلوين كده، تجمعي شويه حلوين كده، خلاص ماشي. قومي جايه مطلعاهم فين؟ في الفريزر. وسيبهم بس ايه ربع ساعه كده، نص ساعه، الرخام هتلاقيهم ايه بدأوا اصلا. احنا مش عايزينهم يسيحوا، احنا عايزينهم بس يكون اصلا لسه فيهم التلج بتاعهم. هتحسي ان هم ايه ريحوا كده شويه. بعد نص ساعة اقعدي جايبة بقى حاجة كده تكون بلاستيك أو ستانلس، بلاش ألمونيا. واقعدي بقى كده في الأرض، أقعد في الأرض، قلت اقعدي في الأرض، اقعدي بقى لفي كده كأنك مثلا بتعملي ايه، كأنك بتربي كيكة. اقعدي لفي كده بإيديكي. يا سلام بقى لو انت أصلا عندك مضرب بيض. أنا صراحة المضرب بتاعي بايظ، كان هيوفر عليكي كتير قوي. هقولك بقى على المكون اللي هيخليكي تطلعي أحلى سمنة فلاحي كمان من وش اللبن، وبأسهل طريقة. هتحطي ايه؟ حطيتي لايك الأول، فعلت الجرس واشتركت في القناة. انا هقول لكم إيه. احط ذرة ملح على السمنة. صدقيني لما تحطي بس ذرة ملح الصغيرة ديت هتخلي السمنة تطلع منك على طول، وتفصل منك الخض دوت. يعني مش هتاخد منك وقت كتير في العمايل. اهو شفتوا بقى انا قاعدة اعمل ايه. انا قعدت على الارض كده وقعدت بقى مع نفسي. هتحسي انت ايدك وجعتك، لا ما استحملي. هتحسي في وقت اللي هي مش راضية تخرز ليه. استحملي ولف لف لف كده وسمي بالله. وطول ما انت بتلفي كده سمي بالله، اشكري الرسول. هتلاقي ربنا يكرمك كده وما شاء الله تقوم جايه محببه معاكي وقلبت سمنه. يعني وش اللبن هيقلب سمنه فلاحي، هيقلب سمنه فلاحي. وسمنه فلاحي احلى من اللي بتشتريها من بره كمان، مش مخلوطه، حاجه عاملاها على ايدك بنظافه. والله العظيم ما شاء الله عملت لي برطمان سمنه محترم يعني، زي ما انتوا شايفين اهو. بس صراحة ايدك هتوجعك، يعني مش ايدك هتوجعك قوي قوي يعني، بس هتحسي بمجهود. هي عايزة مجهود، لف كتير على ما تطلعي، بس على ما ايه، ما السمنة دوت او وش اللبن معاكي يفصل الخض كده. تحسي كأن الخض دوت، تحسي اللي هو ايه، لبن. لبن وتحسي السمنة خلاص اتكومت اهي. اهي انا كل شوية اطلع منها بقى ما شاء الله. يعني طلعت سيدة عن كيلو الا ربع. والخض دوت بيبقى حلو قوي قوي في المعجنات. انا هقولك برضه هنعمل ايه فيه ايه بعد كده. يبقى احنا وش اللبن بقى عندنا، بدل مثلا من ان في ناس كتير اصلا ما بيحبوش يشربوا اللبن كامل الدسم، والوش دوت مثلا بيحطوه في اي حاجه تانية، او في ناس بتشيله ما بتستخدموش. لا انت حطيه في التلاجة في علبه كده لغايه ما تجمعيه شويه حلوين. وهي ماسكاهم قاعده كده على الارض كده، وعندك مضرب او عندك خلاط، وحطي ذره الملح فيه دوت وبضربيه بالراحه كده لغايه ما تحبب معاكي وتفصل معاكي سمنه. انا المضرب البيض بتاعي بايظ، اسكت؟ لا انا قعدت على الارض كده عادي خالص، وقعدت الف كده لغايه ما ربنا كرم وايه، وما شاء الله طلعت حته السمنه الفلاحي دي. هنسكت على كده؟ لا انا هسيحها معاكم وهوريكم ما شاء الله كانت عملت معايا كميه عامله ازاي. ايه رايكم بقى؟ احنا لازم بقى نتعلم معانا في القناه ديت، اللي احنا بصوا نخترع اي حاجه من اي حاجه. والله بجد كان شكلها حلو قوي. انا كنت فرحانه يعني اول ما فصلت كده، فرحت اتبسطت اللي هي طلعت سمنه كده ما شاء الله. المكنه طلعت غاز يا جماعه. اهو حطيتها بقى على النار، على يعني اقل نار عندك، وطي عليها خالص، شمعة صغيرة،
وسيبيه لغايه ما تسيح. عايزه تحطي شويه ملح صغيرين، انا هحط شويه ملح صغيرين عشان نطلع المرتة بقى، او المرتة زي ما انت بتقول عليه. المرتة ديت انا بحبها جدا، اللي هو ايه المرتة ديت؟ اللي هي وش اللبن ده، اللي هو وش السمن، هو دوت بقى، دي المرتة. بنشيلها كده ونحطها في طبق على جنب، وما نشيلش من تحت لفوق، لا احنا بس بنشيل من الوش زي ما انتم شايفين كده. كل اللي على الوش دوت هي دي المرتة. كده عملنا سمنه فلاحي النهارده، بصوا من اقل حاجه عندنا في البيت، من وش اللبن، مش تفرق عن السمنه اللي احنا بنشتريها من بره خالص. بس كده الفيديو بتاعنا كان بسيط النهارده، ان شاء الله استناكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنسوش تشتركوا